اهلا بيكم في جوله اخباريه جديده من داخل صاله تحرير اليوم السابع عن اهم الاخبار المحليه والعالميه. هيكون معاكم فيها همه سلامه. في اخبار كتير جدا عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ل 9 جنيه، وده اللي حلله كتير من خبراء المصرفيون ان هيؤدي الى خفض قيمه الجنيه وتعويمه. النهارده كان في تصريح من مصدر مسؤول في البنك المركزي نفى الكلام ده جمله وتفصيلا، وقال كمان ان البنك المركزي بيتخذ كل التدابير والاجراءات لتوفير الدولار، وان البنك نجح في توفير اكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثه اللي فاتت لتيسير حركه التجاره والصناعه. كمان عن ازمه ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، قال البنك المركزي ان سياسه البنك في توفير النقد الاجنبي من خلال البنوك للدولار بالاسعار الرسميه ساهم بشكل كبير في خفض اسعار معظم السلع الاساسيه بنسب تتراوح من بين 25 ل 35%. استمرارا للتصريحات المثيره للجدل للنايب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور النهارده شن هجوم حاد جدا على فاروق جعفر نجم الزمالك والمدير الفني لاتحاد الكره السابق، وده بعد هجوم جعفر عليه وانتقاده لاسلوب مرتضى في اداره النادي الزمالك، وبعد طبعا بعد سيل التصريحات الاخير اللي كان بين مرتضى وحازم امام وميدو. خليني اقول لكم مرتضى منصور قال ايه لفاروق جعفر كده بالنص. قال له بلاش انا يا فاروق وبطل غباء. وقال له كمان في فيديو نشره مرتضى منصور انا اللي طلعتك من السجن ومش عايز اكشف ورق كتير عشان الناس ما تتضرش، وانا اللي جبت زوجتك الست جيهان عندي في المكتب في وجودك وقالت لي زور الورق ومضاني تنازل، وانا اللي منعتها من دخول الزمالك بسببك. كلنا طبعا خلال اليومين اللي فاتوا كنا متابعين ازمه تيمور السبكي مع سيدات الصعيد. تيمور السبكي ده المفروض ان هو كان في برنامج تلفزيوني في احدى الفضائيات، ويعني مش هقول كان فيه هجوم، لا كان فيه سب وقصف واضح جدا لسيدات الصعيد، واللي على اساسه كان فيه اعتراضات كبيره جدا من اهالي الصعيد بصفه خاصه. النهارده الداخليه افادت انها بتتم ملاحقه تيمور السبكي بعد صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق بضبطه واحضاره. كمان النائب العام بعد تلقيه عده بلاغات من المواطنين بتتهم تيمور السبكي بتناول سيدات مصر بطريقه تمثل سبا وقصفا ماسا للاعراض وخادشا للشرف، وده اللي خلى النائب العام يامر على الفور بضبطه واحضاره. والتحريات خلال الايام الجايه هتبين ايه اللي حصل في الموضوع، خصوصا ان تيمور السبكي خرج امبارح بالظبط بفيديو اعتذر فيه لسيدات الصعيد، بس واضح ان الاعتذار ده ما شفاش غليلهم من تصريحاته المسيئه. شبكه CNN الاخباريه الامريكيه عامله تقرير ظريف كده عن اغنى رئيس دوله في العالم. خليني اقول لكم ان التقرير قال ان الرئيس الامريكي باراك اوباما دخله السنوي بيوصل ل 400 الف دولار، وده بما يعادل حوالي 33 الف دولار شهريا. كمان التقرير قال ان راتب اوباما بيمثل 3 اضعاف دخل نظيره الروسي بوتين اللي بيحصل على 136 الف دولار. التقرير كمان قال ان دخل الرئيس الصيني الذي حصل على زياده نسبتها 60% العام الماضي وصل ل 22 الف دولار. اخر خبر معانا النهارده لعشاق كره القدم، وطبعا كلنا كنا متابعين الازمه اللي حاصله على مباراه الاهلي والمصري وهي الاستاد هيكون ايه. في البدايه تم رفض المباراه او اقامه المباراه على استاد برج العرب، كمان تم رفض اقامه المباراه في شرم الشيخ. النهارده من جوه اتحاد الكره مصادر اكدت ان الجبلايه دخلت في مفاوضات جاده ورسميه مع وزاره الداخليه لاقامه المباراه في استاد اسوان. المفروض المباراه هتتم لحد دلوقتي ان في مفاوضات انها تتم في استاد اسوان. المباراه المفروض انها هتكون يوم 22 فبراير اللي جاي، ونتمنى ان تعدي بسلام وما يحصلش اي ازمه بين الجماهير، وزي ما بيقولوا كده الرياضه رياضه في القلب. وبكده تنتهي جولتنا الاخباريه النهارده. استنونا في جوله جديده من داخل صاله تحرير اليوم السابع. نشوفكم على خير.